حبايبي الحلوين، البسكوتات دايما بتجذبنا، بتبقى دايما مع كوباية شاي او قهوة في اي وقت جميل. هنعمل مع بعض النهاردة بسكوت القرفة بنكهة والريحة المميزة الجميلة لمحبي القرفة. يلا نشوف هنعمله ازاي. دي كوباية زبدة بدرجة حرارة المطبخ، او لو عايزة تخليها سمنة مفيش مشكلة. هنزل عليها بكوباية سكر بودرة، وابدأ اضربهم بالمضرب الكهرباء او بمضرب سلك عادي خالص لحد ما تديني قوام كريمي ولونه فاتح وهش جدا. بعد كده هنزل عليهم بالبيض بدرجة حرارة الغرفة، عدد 2 بيض مع فانيليا طبعا، لحد ما هيختفي البيض ويتجانس مع القوام ده. هبدأ أجهز بقى المواد الجافة، عبارة عن 3 كوبايات دقيق منخولين معاهم ذرة ملح ومعاهم معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنزل بالدقيق والبودر وأقلب المقدار ده كويس، هيديني عجينة معاكي حلوة. هنا بقى لحد كده أي بسكوت سادة خالص. هبدأ بقى إن أنا أحط بقى القرفة، 3 معالق كبار قرفة، وهبدأ اقلب كل المقدار ده، هيدينا عجينة معاكي جميلة تتلم. ده لونها فاتح شوية، عايزة اعزز اللون شوية، حطيت معلقة عسل اسود. ما بتفرقش يا بنات خالص، لا في اي حاجة ولا في الطعم، هي بس بتديني لون اغمق سيكة. لو عايزة اللون عاجبك فاتح سيبيها كده. طبعا بسكوت القرفة ممكن اشكله زي ما انا عايزة، لا اما اعمله زي السبليه ان انا اعمله وحدات والزقهم بمربى، او ان انا اعمله بالبصامه بتاعه البسكويت دي جميله او بتدي اشكال، وممكن اغير الشكل زي ما انا عايزه. في الوقت ده بكون مشغله الفرن على 180 وادخله على الرف الوسطاني، يبقى بياخدش معايا حوالي تلت ساعه، بيدينا الجمال والحلاوه دي. اول ما هيطلع من الفرن هتلاقيه طري، ما تقلقيش. اول ما هيشم الهوا هينشف ويديك قرمشه البسكوت الجميل. ما اقولكوش بقى على ريحته اللي قلب المكان، وكل محب القرفة هيتبسط منه قوي مع كوباية شاي. شايفين بقى من قلبه هش وفاضي وجميل، شايفين جماله بألف هنا.